شراكة مصرية برازيلية. استراتيجية نحو المستقبل. عنوان مقال كتبه الكاتب الصحفي فيصل مصطفى في بوابة أخبار اليوم. تناول الكاتب الصحفي فيصل مصطفى في مقاله الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. أشار المقال إلى أن المشاركة جاءت بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مما يعكس تقدير البرازيل لمكانة مصر الإقليمية والدولية. استعرض الكاتب لقاء الرئيسين المصري والبرازيلي الذي شهد توقيع بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ركزت الشراكة على التعاون في مجالات متعددة كالتجارة، الدفاع، والزراعة، مع التأكيد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ألقى الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الأولى للقمة حول الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع، معلنا انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، ومؤكدا التزامها بدعم الدول النامية عبر شراكات متوازنة تشمل تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا. تطرقت الكلمة أيضا إلى الأوضاع في فلسطين ولبنان نتيجة الحرب الإسرائيلية، حيث دعا الرئيس إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين، مؤكدا ضرورة تحقيق حل الدولتين. إلى جانب ذلك، عقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيسة التنزانية سامية حسن وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد. أبرز الكاتب دور مصر الريادي في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي ودعم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في القمة تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كركيزة للاستقرار والشراكات الدولية.